عملنا صينية جميلة جدا النهاردة للغدا، جميلة وكمان اقتصادية وما بتاخدش منك وقت. يلا على الجمال ده كله، الله الله على الجمال. ادخلوا معايا وشوفوا انا عملت الجمال ده كله ازاي، وان شاء الله هتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا ولا من وجودكم في حياتي، ربنا يخليكم يا رب. النهارده هنعمل غدا اقتصادي جدا وبسيط. احنا عارفين ساعات بنبقى مثلا اخر الشهر او كده، احنا هنعمل النهارده اقتصادي لكل حد مثلا عنده بيبقى اخر الشهر ومش عارف يعمل ايه، عايزين غدا ايه يكون خفيف كده واقتصادي. هنعمل ايه النهارده؟ هعمل لكم كفته بس بطريقه حلوه قوي. معايا النهارده نص كيلو لحمه، معايا بصلتين ولا 3 كبار مبشورين، كوبايه بقسماط، جزريه مبشوره، بيضايه، وطبعا معانا فلفل اهو سبايسي وفلفل رومي وحبه بقدونس. انا هشتغل معاكم يا حبايبي اهو. جبت طبق كبير طبعا عشان نعرف نعمل فيه كده. اول حاجه ومعايا كيس اللي هو خلطه الكفته ده، انا جايباه، جبته مره جربته لقيته حلو قوي فقلت اجيبه ايه اعمل بيه. معايا كده هنا نص كيلو اللحمه المفرومه، هحط عليه كيس خلطه الكفته اللي هي ده اهو. بصوا وريحته حلوه قوي، عباره عن مرقه ومجموعه بهارات كده، بيبقى طعمها حلو. انا هحط كله بس اما تحطيه ما تكتريش ملح عشان هو فيه نسبه ملح شويه. وهحط البصل، هي سريعه كده انا هعملها عشان اريحها شويه، يجي نص ساعه كده في التلاجة، فقلت اعملها هي الاول وبعد كده جاهزه نشوف هنعملها ازاي. والجزرايه المبشوره دي بتدي تسكيره حلوه قوي للكفته، بيبقى طعمها حلو. ومعايا كمان كوبايه بقسماط، ومعايا البضايه. بصوا كله 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 مع بعضه كده اهو كده. انا جايبه الملح بس مش هكتر ملح طبعا. انا هجيب ايه، هقطع شويه البقدونس دول، احنا عايزين الورق بس بلاش العيدان بتاعتها، هقطعه ناعم كده اهو. طريقه كفته سهله واقتصاديه من نص كيلو، هنعمل احلى غدوه ونغدي عيالنا ان شاء الله، وهتبقى حلوه قوي وطعمها جميل. هنقطع شويه بقدونس اهو، نقي بس الورق بتاع البقدونس بس كده وحطيه. نجيب فلفلايه رومي اهي، هنقطعها برضو كده صغنن كده. اللي عايز سبايسي قوي، على فكره الفلفل اللي معايا ده مش سبايسي جامد يعني، مش حر قوي، عشان كده انا حطيته. انا عندي ولادي ما بيحبوش الحار، بس هو بيدي طعم حلو قوي الفلفل. في منه اللي هو رفيع قوي بيبقى سبايسي، اللي عايز يجيب منه ويحط اهو. ده تخين شويه، ده ما بقاش سبايسي بس بيدي طعم حلو. بصوا الالوان، الله الله على الالوان اللي فيها، الجزر والبصل كل القيمه الغذائيه محطوطه، والبيضايه بروتين واللحمه بروتين، وكمان الجزرايه والخضار. كتروا لاولادكم اليومين دول من الخضار، الخضار حلو قوي، احنا في الشتاء كل الخضار حلو، كتروا منه لاولادكم، وكمان بيقوي المناعه ويبقى حلو قوي. بصوا هنقطعها كده بسرعه الفلفلايه دي اهي، وهمسكها بقى احط ايه، هنحط ايه بقى كده عشان خلطه الكفته فيها توابل. هحط فلفل اسود، نقطع ده كمان، هنخلطها بقى مع بعض جامد جدا، وهشيلها غطاها بكيس كده ولا حاجه واحطها في التلاجة اهو كده. دلوقتي هعمل ايه، هجيب معايا بقى شويه فلفل اسود اهو كده، رشه فلفل اسود اهي، انا معلقه صغيره من بتاعه الشاي، وعندي هنا معلقه بهارات السبعه بتاعتنا اهي معلقه، وعندي ده لوري على جوزة الطيب على حبهان انا محمصاه وطحناه عندي اهو، نحط برده شويه منه. وهنحط طبعا جنزبيل، كتروا من الجنزبيل في الخلطات بتاعتنا دي اليومين دول، بيبقى حلو قوي كده. خلاص اهو، حط سنه قرفه صغيره خالص كده، وهحط طبعا معلقه ملح، مش هكتر عشان الخلطه فيها ملح. بصوا اهي يعني ايه، حوالي معلقه ونص صغيرين كده اهو. همسك بقى كل، بصوا انزلي بقى ايه عجن جامد قوي 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 في الكفته بتاعتنا دي. بصوا اهي اهي، تعجني فيها كده اهي
عشان ايه؟ تلمي كل الخلطه اللي انت حطيتيها، وكمان لما تلاقي الانسجه بتاعتها طلعت معاكي كده يبقى هي متماسكه معاكي اهي. طبق واسع كده، تنزلي بقى تفتكري حد عمل فيكي حاجه ولا حاجه كده وانت متضايقه منه، تحطي غيظك في الكفته، حطي غيظك كده ايه، اعجني كده ايه، افتكري حد عمل لك حاجه واديها بقى ايه عجن في الكفته دي. بصوا كده بسرعه بسرعه كده اهو اهو. بصوا الوانها، بصوا حبايبي، بصوا الوانها بدات الانسجه تطلع اهي اهي. ممكن كده تقليها، تصبعيها وتقليها تعمليها بالبقسماط والبيض وتريحها شويه في التلاجة وتقليها، تبقى كفته مقليه بتبقى تحفه قوي. احنا حطينا عليها البيضه، بعد كده هتحطي في بيضه وترجعي تحطي البقسماط وتقليها. ممكن تصبعيها على الاسياخ بتاعتنا الشيش طاووق دي وتحطيها تتعمل في الفرن، بس طبعا انا مش هعمل لا ده ولا ده. امال هتعملي ايه يا ام شروق؟ هوريكم دلوقتي هعمل ايه. كده خلاص هي خلصت اهي. بصوا بصوا اهي، بصوا بقت ايه عامله ازاي. انا هشيلها دلوقتي في التلاجة نص ساعه ولا ساعه وتريحها شويه عشان تشرب من كل التوابل اللي احنا حطيناها دي واللحمه تتجانس مع بعضها، ونرجع نشوف هنعملها ازاي. لا هي على اسياخ ولا هي هتتقلي، امال هتعمليها ايه شويه وهوريكم هعملها ازاي. البطاطس بتاعتي دي في الصينيه اهي بطريقه جديده وبتقعد معاكي، يعني بتشبع ولادنا وبتبقى حلوه قوي وممكن تفيد معاكي كمان. يعني كيلو عملنا غدوه واحد. بصوا اهو مش غاليه، يعني هاتي بطاطس، هاتي معاكي او كيلو، او عايزه تعملي صينيه صغيره كيلو لحمه. بس بصراحه اقول لكم البطاطس اللي هتبقى تحت دي هتبقى اطعم من الكفته. التتبيله بتاعت الكفته حطيتها دي هتبقى حلوه قوي. بص اعملها كده، يعني مش لازم نرص، يعني كده كده هنحطها اهي. هعمل عايزه ماسكه نفسها وما تتهريش معاهم، بتبقى حلوه. هتشرب بقى من التوابل اللي فيها. ومعايا هنا البطاطس الفلايه، وهنجرنش ان شاء الله والفلفل السبايس ده اهي. هرص عشوائي كده، مش لازم نرص قوي. حلو برضو، بس انا عندي ولادي بيحبوا الحشو كده. بس ايديا ثواني، انا هعملها ايه، اقطعها على 4 كده رقيقه قوي زي ما انتم شايفين كده. انا عندي في الكفته بصل خضار، والحاجه اللي هتبقى تحت في الصينيه من تحت كده بصراحه بتبقى طعم الكفته دي البصل حلو ومضاد حيوي، انا بحبه اصلا في الاكل، بحبه كتير في الاكل. بصوا واقطع فلفلايه رومي وفلفلايه سبايسي تحت، اديهم رشه ملح صغيره. الكفته فيها كل التوابل اهي. انا بطعم البطاطس اللي تحت، حته الكفته هتبقى معايا فوق بس انا بطعم البطاطس اللي تحت كده. عملت نص كيلو لحمه كده خلاص كده، ورشه ملح معايا، رشه كمون. البطاطس بتبقى حلوه قوي بالكمون، الكفته كمون حط على البطاطس بس. ممكن تحطي شطه او الفلفل شطه، الفلفل اللي هو اللي بحب ده مبقاش حامي قوي، بسيطه على قد كل التوابل اللي في الكفته هتنزل تحت اهو.
رشه ملح بسيطه قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا انا هجيب بقى الكفته اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. مش كفته صوابع، هتقطع كأنك عامله صينيه مكرونه بشاميل، جلاش باللحمه. بصوا احنا حاطين فيها البيضه، بصوا هي غدا وعشاء كمان، وتعشوا منها، يتغدوا ويتعشوا من الاكل وتعشوا حاجات خفيفه. بصوا عالية قوي اهي كده. ريحه الخضار وريحه الكفته بالتتبيله مسوغه كويس جدا. احنا عارفين هي اللحمه بتكش شويه كده، نعملها كلها تخانه واحده. يعني خلاص اتعودنا عن الكفته صوابع. الكفته بتتقلي بنحطها في الفرن صينيه جميله جدا بصراحه اهي. بصوا هنسويها كويس جدا اهي اهي. كفته المره دي كده طلعيها بقى هتبقى حلوه قوي، هتطلعيها قطعه. بصوا بقى انا هعمل ايه، وهعمل كده اهو. هحط معايا فلفل تاخد دي اهي كده، تيكه قطعه مكرونه بشاميل تبقى جميله قوي. هنحط طبعا، هحط كده في المسافات دي فلفل كده، دي بقى بتدي جرنش حلوه قوي على زي ما قلت لكم اهو كده، صغيره كده بينهم وبين بعض اهي كده اهو. وهنحط كده في دي اهي اهي اهي. حلو وبرده هتدي طعم حلو كده ماشي. هنحط بقى هنا كده اهي في الفواصل دي، لما تيجي تقطعيها هتلاقي الفلفل القطع دي طريه من السوا. في الفرن مولعه الفرن يسخن، وادخلها الفرن على طول اهي كده. معايا قوطه اهي، نحط هنا كده طرنشات القوطه عليها كده. هتطلعي من الكفته دي من القوطه بتاعتها، بتعملي بقى ايه، بنزود اهو كده اهي كده. في الفرن هجيب معلقه زيت او معلقه وادهن وشها معلقه سمنه بلدي عايزه وهتدخليها. حبايبي انا جبت معلقه سمنه بلدي زي ما قلت لكم. بصوا هدهنها على وشها كده سريع سريع كده على القطه، لما تطلع انا هوريها لكم.
وبكده حبايبي يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو سهل وبسيط جدا. وبصوا الحلاوه والريحه، ريحتها تحفه جدا جدا. بصوا كمان هي لسه سخنه، المفروض ما اطلعش منها دلوقتي، بس انا هوريكم قطعه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 على الجمال والحلاوه والريحه اللي طالعه. الله الله الله. يا رب تعجبكم الصينيه دي، صينيه الكفته عندي انا وبس، شروق وماما في المطبخ. ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.